لو التزمنا بالمقادير دي هتطلع معانا قرقيش في منتهى الجمال. انا هنا هعمل كميه 2 كيلو من الدقيق، وهكتب لكم في صندوق الوصف مقادير كيلو من الدقيق. عندي هنا هوت دي المكونات بتاعتي اللي انا استخدمتها. وحطينا هنا هوت الخميره معاها سكر الخشن ومعاها شويه لبن دافيين، وسيبناها تتخمر. حطيت على دي السمسم والملح والبيكنج باودر والسمنه، وبستهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده حطيت اللبن بالتدريج لغايه ما العجينه بتاعتي اختبرها كده اهوت. اول ما الاقيها مش بتشقق يبقى كده العجينه بتاعتي زي الفل. لو لقيتها شققت يبقى ازود لها معلقتين سمنه. عقبال ما العجينه تختمر هنعمل هنا العجوه بتاعتنا. حطيت التمر من حوالي نص كيلو، عليه معلقتين من السمنه، وسبتهم كده اهو على نار هاديه وغطيتهم لغايه ما التمر بتاعي يمسك كده في بعضه ويبقى طري خالص. خدت جزء من العجينه وبنبرمها كده اسطوانه ونفردها ونبططها ونقطعها دي ساده. والعجوه بحط لها كده حته من جوه، وبقطعهم مع بعض ورصهم في الصينيه، وادخلهم في الفرن على درجه حراره 200